السلام عليكم. تعال النهارده اكلمك عن نظريه الكحك. الكحك في منه انواع. ممكن تلاقي نفس المصنع بيطلع كحك ناعم من اللي بيدوب في البق ده، وفي بيطلع نوع تاني من اللي هو خشن اللي بيخرفش ده. وبالرغم ان ده مختلف عن ده، الا انك تلاقي عملاء بيحبوا ده وعملاء تانيين بيحبوا ده. وبالرغم ان دول نوعين مختلفين، ممكن يكون نفس المصنع بيطلع الاثنين. الشيف في المطعم لما بييجوا يعينوه بيدوروا على وظيفه مش بيكتبوا فيها شيف عام، بيكتبوا فيها شيف حلو وشيف حادق. يعني ده حد متخصص في الحلو وده متخصص في الحادق. ايه علاقه ده كله باللي انا عايز اقوله؟ اللي عايز اقوله ان في قاعده شهيره جدا كده بتقول one thing doesn't fit all. يعني مفيش حاجه واحده هتنفع الجميع. وبالتالي كلامي هنا هيكون موجه للمديرين. لو انت مدير وكنت شغال في شركه معينه وقدرت تحقق نجاح كبير جدا، مش معنى كده ان نفس طريقه ادارتك وطريقه تفكيرك اللي نفذت بيها النجاح الاولاني لما هتروح لشركه تانية تنفذ بيها نفس الطريقه انك هتحقق نفس النجاح. وده ليه؟ اولا الموارد اختلفت. الموارد والدعم اللي كان متوفر لك في الشركه الاولى مش هو نفس الموارد والدعم اللي هتتوفر لك في الشركه الثانيه، ممكن اكتر ممكن اقل. طبيعه العميل المستهدف هنا مختلف. حتى لو انت بتخاطب نفس القطاع، زي ما قلت لكم الكحك في العميل اللي بيحب الكحك اللي بيدوب والعميل اللي بيحب الكحك اللي بيخفش. اختلاف العميل يخلي طريقه ادارتك جوه الشركه تختلف. وبالتالي ما ينفعش تطبق نفس الطريقه في كل مكان هتروحه. لازم يكون عندك زي ما محمد صلاح قال مايند سيت، منتاليتي. لازم تعرف تتكيف ويبقى عندك مرونه في السكيل سيت بتاعتك انك تشوف ازاي تطبق افضل طريقه تنجح بيها مع الموارد المتاحه. ما ينفعش انا تبقى زي القطر، انا بخش في اي شركه اطبق نفس المنهجيه وهنجح. يستحيل، يستحيل. وبالتالي لازم يكون عندك المرونه دي. حتى لو انت خبره كبيره جدا، حتى لو انت على منصب كونسلتنت، حد خبره 15 20 سنه وبقيت بتروح استشارات. في اغلب الاستشارات اللي بخشها انا بقعد اول 2 3 ميتنجز اسمع بس. مش جاي اقول انا عارف الشركه دي، انا بصيت لكم من بره، انا عارف انتوا هتحلوا كذا. يا اسمع من السي او يقول لي عندي مشكله 1 2 3، اروح كاتب له الروشته اقول له روح اصرفها. لا، اقعد مع مدير التسويق، اقعد مع مدير المبيعات، اقعد مع خدمه العملاء، مع الاوبريشنز، مع الاتش ار، افهم الريسورسز، افهم التجارب اللي تمت، وعلى اساسه نتيلر بزنس بلان او نيو جو تو ماركت استراتيجي تساعد الشركه دي ان هي تتطور. فلازم اسمع في الاول واكيف كل الخبرات والموارد اللي عندي بما يتناسب مع طبيعه الشركه. فما فيش نظام واحد بينجح مع كل الشركات، ما فيش طريقه اداره واحده بتنجح مع كل الفرق. انت ممكن تكون جوه نفس الشركه وتتغير من مدير قطاع فلاني لمدير قطاع علاني، ممكن تكون مدير مبيعات شاطر او مدير تسويق شاطر وتترقى وتبقى مدير قطاع تجاري. ادارتك كمدير تسويق ونجاحك فيه مش شرط نفس الطريقه تساعدك تنجح كمدير قطاع تجاري. فاول درس لازم تعمله اول لما تبقى على ليفل مدير او استشاري انك تتمتع بالمرونه. بس كده.